صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد. فيديو النهاردة هيبقى روتين. فحبيت اوريكم كده الصبح بصحى بشغل عشان قرآن. البيت كده يبقى فيه طاقة حلوة ومتهوي، وكمان مشغلين قرآن الصبح. ودلوقتي تعالوا بقى نروح كده نشغل بخور مع بعض ونخلي البيت ريحته حلوة ونبدأ اليوم بقى. هنا بدأت بقى عايزة اشغل البخور. فعايزة اقولكم ان احسن نوع مبخرة تستخدموها هي المبخرة النحاس. انا جربت اللي بالكهرباء والبورسلين وكل الانواع، بس بجد النحاس دي اظرف واحدة وبتستحمل مهما حصل لها يعني ما بتتأثرش بأي حاجة. ده نوع فحم أنا جايباه كمان من بتوع البخور. عايزة أقولكوا جميل جدا. كميته كفاية. هي العلبة دي تقريبا كانت ب100 جنيه. بناخد كده مكعبات صغيرة منها و بس المكعب الصغير ده وبنحطه، بصوا بتبقى تحفة وسريع الاشتعال وما بيعملش دخان وما بيعملش يغير ريحة البخور، يعني ده قصدي. انا بس بمسدس التحمير كده بولعه، يعني مجرد 5 ثواني بتلاقوا ان الفحم كله بدأ يغير. فالفحم ده حلو قوي، لو لقيتوه في اي مكان هاتوه. إيه، من اعظم الحاجات، حتى مش اللي هو الصغير يبقى مكتوب عليه فحم شيشة او كده المدور ده، لا ده الطف كتير جدا وما بيحرقش البخور وما بيعملش دخان وبيقعد فترة كفاية يعني. بصوا على طول اهو اشتغل. هبدأ بس احط بقى عليه بخور. ده برضو بخور اسمه الحرم، ريحته تحفة وهو خشب. فباخد بس خشبة صغيرة او خشبتين على حسب طبعا انا عايزة ايه. فمش بحط كتير يعني، لان لو كتير هتلاقوا الدخان بقى قوي قوي ومش هيعجبكم. بس كده خلاص بخرت البيت. وبصوا بيدي طاقة ايجابية الصبح كده مش قادرة اقول لكم، وريحة حلوة جدا في البيت وبتثبت طول اليوم. كمان لو دخلناه يعني على المفروشات وعلى الستاير وكده فالريحة بتثبت قوي. اليوم ده انا ما كنتش هعمل فطار بصراحة وصاحية متأخر، فقلت ادخل على طول على المطبخ. كان عندي حاجات من السوبر ماركت شارياها ومن محل الخضار. فالمطبخ كان يعني مش احسن حاجة خالص. آه، طبعا أنا بقالي فترة طويلة اصلا ما بصورش وكنت تعبانة، فيعني ده لسه اول كده ان انا هبدأ يعني ابقى كويسة. فكنت جايبة فشار وجايبة عدس وعيش فينو وفاكهة وكده. هبدأ الأول أشيل الحاجات دي كلها أدخلها التلاجة وأنضف الرخامة علشان طبعا نعمل الغدا. أنا كنت عايزة أعمل قوي كوسة بالصلصة، ومتسألونيش ليه بصراحة لأن أنا مش بحبها أصلا. بس كانت طالعة في دماغي تقريبا ده تأثير العيا يعني. فهنشيل بقى كل ده ونبدأ نجهز الغدا سوا. هنا كنت قشرت الكوسة خلاص وغسلتها. ده كان كيلو واحد كوسة. وبقطعها سميكة شوية مش رفيعة. فطبعا التقطيع بقى والحاجات دي زي ما انتوا تحبوا، يعني في السكينة دي بتخلي شكلها كده حلو مضلعة، وبتبقى حلوة قوي لو بتعملوا انتوا مخلل في البيت او كده، بيبقى شكل الخيار والجزر والكلام ده حلو. او تقطعها بسكينة عادية زي ما انتوا حابين يعني. انا هقطع الكمية كلها وهبدأ بقى اجهز لها البصل والطماطم والحاجات علشان يعني انجز بسرعة، لان مكنتش عايزة اقف في المطبخ كتير اليوم ده خالص ومش قادرة يعني. بس هنا كنت قطعت برضو بصل. على الكيلو حطيت بصلاية واحدة كبيرة كده، لان انا كده كده الشوربة عندي بتكون متبلة وجاهزة، فما بحتاجش حاجات كتير يعني ومبحبش اغير الطعم الاصلي للاكل. فحطيت بس بصلاية كده في الكبة وفرمتها. وهتلاقوني برضو يعني هجيب ان انا عصرت الطماطم على طول علشان وقت الفيديو ما يكونش طويل ويكون كتير عليكم يعني مش عارفة في البرد ده بصراحة يعني الأكلات كلها رايحة كده من راسي. فبعمل أكل بقى اللي هو العادي خالص، الطبيخ اللي بصلصة والحاجات دي. وقلت لكم كمان كنت عيانة فما كنتش بدخل مطبخ خالص.
طبعا تقدروا تعملوها في صينية عشان لو هتدخلوها الفرن او في حلة، انا مش عارفة برضو يعني. بصوا مفيش تركيز خالص، كنت بعمل في طاسة آه، وحطيت سمنة بلدي علشان تدي ريحة حلوة كده وطعم حلو للبصل، وانا بس بخليه يدوب يبقى لونه جولدن كده، مش متحمر ولا متسبك قوي يعني ومتقلي يعني. يدوب بس يكون لونه ذهبي. فهحط البصل وهستنى ان يكون لونه ذهبي. في ناس بتحط معاها توم، انا عملتها ببصل بس ما حطيتش توم. طبعا يعني الاكل ده اذواق وطرق كتير، وكل حد وليه طريقة وبتطلع احلى من التانية. فانا كنت بعملها بابسط طريقة خالص ممكن تتعمل يعني، اللي هو هنشوح البصل ومقطعين الكوسة وضربة طماطم هنا في الخلاط، يعني حوالي 3 أو 4 طماطميات كبار علشان يكون الصوص لونه حلو. وطبعا هحط برضو معلقة صلصة طماطم، لان مش عارفة كل الطماطم مهما بجيب انواع حلوة او كده ما بيبقاش لونها احمر اللون الكويس يعني. فبزود لها معلقة صلصة كده، اي نوع انتوا تحبوه. شايفين هو ما اتحمرش، هو يعني اصفر بس يدوب ودبل كده وكميته قلت. فهصفي الطماطم علشان القشر والبذور بتاعتها والكلام ده ما يتعبش القولون او يعمل مشاكل في الهضم يعني والمعدة. بس اول ما هتغلي انا مش هسبك، انا هعمل يعني على طول ورا بعضه. فمجرد ما دي هتغلي بس غلوة واحدة هبدأ ان انا انزل الكوسة. انا هنا كنت بحط معلقة الطماطم عشان حسيت ان لونها فاتح قوي، مش احلى لون يعني. بس غلوة واحدة وهنزل فيها الكوسة. وطبعا انا هزود شوربة، فمش هزود دلوقتي بهارات او ملح فلفل اي حاجة، لا. لما بزود الشوربة بعد كده بدوق بقى الاكل كله محتاج ايه. يعني دول شوية فلفل بس صغيرين، لكن مش هحط اي حاجة تانية خالص لان الشوربة عندي فيها كل. فيها كل حاجة. فأنا حطيت بس معلقة سكر صغيرة كمان علشان الطماطم والحموضة بتاعتها تكون مظبطة يعني. بس مجرد غليت ولونها بقى كويس هنزل على طول فيها الكوسة بتاعتي. وهغطي بقى عليها وهبدأ أزود شوية شوربة كده شوية بشوية علشان تستوي. وطبعا الكوسة كده كده هي بتنزل مية فما بنزودش الشوربة قوي، وما بهريهاش برضو في السوا يعني. انا مجرد بس انها تطرى فخلاص بالنسبه لي كده بتبقى بيرفكت. ما بحبش ان انا اهريها قوي. هنا انا كنت سلقه لحمه تقريبا معاها، كنت سلقه لحمه. فبرضو بعد ما هتبدا تخلص هحط معاها اللحمه ونعمل جنبها رز بالشعريه وشوربه وسلطه وكده، هيبقى يعني تقريبا الغدا كله جاهز. كمان الكوسة أنا بحب أحط قوي معاها نعناع ناشف، بيدي ريحة وبيدي طعم مختلف جدا وهيخلي الكوسة في حتة تانية، سواء كوسة محشي أو بطماطم يعني، أو حتى لو احنا بنعملها بالبشاميل ساعات بحط برضو معاها رشة نعناع. يعني بحس ان النعناع والكوسة كده اتخلقوا لبعض وبينقل الطعم في حتة تانية خالص. فجربوا التريك دي وقولولي. وطبعا انا قلتلكوا هعمل رز بالشعرية، فكنت شغلت بقى الحلة وهبدأ كده نشوف الكوسة. بصوا كانت بدأت بقى خلاص تتسبك، ودي رشة النعناع الأخيرة اللي أنا حطيتها يعني. أعتقد كده كان الأكل خلاص عندي تمام يعني وخلص. شايفين البوتاجاز بقى يعني حالته صعبة، بوريكم تقريبا كان متضايقة قوي ان البوتاجاز متبهدل. فتعالوا كمان
الحوض فيه مواعين، يعني بصوا الدنيا كلها كانت مش أظرف حاجة خالص. فهنسطبهم مع بعض بقى ونظبط الدنيا كده. كده حطيت اللحمة وغرفت الغدا خلاص. بصوا يعني أكلة بسيطة قوي وسهلة، والطبيخ بقى بتاعنا مش افتكاسات ومش حاجات محمرة ولا كده، يعني تحسوا أكل عيانين اللي هو خلاص. طبعا بقى هتغدى وندخل كده على المطبخ، لازم نشيل كل اللي حصل ده، المواعين. وانا بحب دايما ان انا اغسل الحوض بكلوركس. كلوركس جل كمان. بصوا حلو جدا، بيغني بقى عن الكلور العادي، ولو مسحوق مثلا بريل او كده. وبفرشة دي زي فرشة ايكيا، بس هي مش من ايكيا، دي من اي حد محل ادوات منزلية يعني. بس نظبط كده الحوض ونغسله ونخلي ريحته حلوة وشكله حلو. وبيشيل لو في اي اصفر، مكان شاي مكان اي حاجة بيشيله خالص، الكلور عامة يعني. بس شوفوا تلاقوا بيرغي كده وخطير، يعني ده احساس النظافة. شوفوا رغوة كتير كده، ده راحة نفسية بالنسبة لي. بس وهي غسلت برضو البوتاجاز علشان يفضل نظيف، ولما اجي بقى اعمل عشاء او اي حاجة يبقى كويس. طبعا العين دي ما كانتش راضية تتفك، فكنت بعمل شوية حرب معاها كده. وعايزة اقول لكم خلاص كان اليوم بالنسبة لي خلص وتعبت جدا، فقعدت امنتج. يعني شوفوا الفيديو ده كان نازل من امتى، هتعرفوا ان انا مصورة يعني